أهلا بكم أعزائي المستمعين من جديد بفقرتكم الأسبوعية بريس. نستعرض في برنامج بريس أهم عناوين بعض الصحف الصادرة والمواقع الإلكترونية، ونختار مقالا لنناقش كاتبها. صحفنا اليوم هي المدن الإلكترونية، العربي جديد، الحياة، القدس العربي، موقع درج، العرب اللندنية، البيان الإماراتية، وصحيفة الشرق الأوسط. أهلا بكم مجددا. نستهل حلقتنا الأسبوعية اليوم بأبرز ما تم تداوله خلال هذا الأسبوع في صحيفة المدن الإلكترونية، حيث نشرت الصحيفة مجموعة مواد خلال هذا الأسبوع. نذكر منها في صفحة الميديا المختصة بالإعلام موضوعا بعنوان التايمز تكشف ترحيل مراسلتها من مصر وتستنكر ترويع الإعلام، كما ونشر أيضا في الصفحة ذاتها موضوعا بعنوان النظام لنازحي الغوطة الذين جوعهم، اهتفوا للرئيس تأكلون. أيضا نقرأ في صفحة الثقافة مجموعة مواد نشرت خلال هذا الأسبوع، من بينها رحيل المفكر الإيراني داريوش شايغان مطلق حوار الحضارات، كما وحل خبر رحيل المغنية الفلسطينية ريم البنا في المقدمة، حيث نقرأ مادة بعنوان ريم بنا رحلت الفراشة تاركة أثرها. زخرت صحيفة العربي الجديد خلال هذا الأسبوع بعدد من المواضيع، نذكر منها في صفحة الرأي مقالا بعنوان لا البداية ولا النهاية في الغوطة، كتبها يحيى العريضي، فيما كتب عوض عبد الفتاح مقالة بعنوان الدولة الواحدة وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني. وأيضا حول الشأن السوري كتب الصحفي محمود علوش مقالا بعنوان عفرين وكركوك والتقاطعات الخارجية، فيما احتوى قسم الثقافة خلال هذا الأسبوع بمواد متعددة، نذكر منها جماليات سياسية، التجمهر في بدايات القرن الحالي. كما ونشرت الصحيفة في قسم المنوعات مجموعة مواد، نذكر منها زهيرة زقطان للعربي الجديد، كل تطريزة فلسطينية حكاية ودعاء. وحوت صحيفة الحياة مجموعة كبيرة من المواضيع، نذكر منها في باب المقالات مقالة أتت بعنوان منبج وجهة فائض القوة التركي بعد سقوط عفرين للصحفي الكردي السوري آلان حسن، فيما كتب الصحفي جهاد الخازن مقالة بعنوان عالم الفيزياء هوكينغ انتصر للفلسطينيين. كما واحتوى القسم الثقافي على مجموعة من المواد، نذكر منها العقوبة التي جعلت من الطاهر بن جلون كاتبا، وأيضا مادة ثانية بعنوان البيت الأزرق بين بطل إشكالي متصوف وكاتب دنيوي مفترض. ننتقل إلى صحيفة القدس العربي لنختار من ضمن الأخبار الرئيسية لهذا الأسبوع محامي سيف الإسلام القذافي، همنا هو إنقاذ ليبيا ولا مانع من ترشحه لرئاستها. نشر القسم الخاص بمقالات الرأي عدة مواد، نذكر منها ما كتبه الصحفي سعيد الشهابي بعنوان 3 سنوات دمار، قصة الحرب الفاشلة على اليمن، بينما كتب الصحفي محمد عبد الحكم دياب مقالة أتت بعنوان الحرب على المثقفين يعلنها صاحب جامعة أجنبية خاصة. ونشرت صفحة الثقافة كذلك مجموعة من المواد، نذكر من أهمها خيبة يوسف، مشاهد ساخرة قوامها تحرير الأفراد، وهي مادة تناولت رواية اللبناني فوزي ذبيان المعنونة بخيبة يوسف. وحوى موقع درج الإلكتروني عدة مواد ضمن قسم الترجمة، نذكر منها لماذا يستهدف قراصنة إيران حقول النفط السعودية، من كتابة ميخا هالبيرن. كما وحوى القسم الخاص بالتحقيقات ضمن الموقع مجموعة مواد، نذكر منها حراس الدين، قنبلة لم تنفجر بعد، وهو تحقيق من كتابة الصحفية حلا نصر الله. وننتقل لصحيفة العرب الصادرة في لندن، ونختار من ضمن مواضيعها هذا الأسبوع وضمن صفحة الرأي مقالة أتت بعنوان الصين ومغامرة الشراكة مع إيران، المحاذير أكثر من التوقعات، والتي أتت من كتابة الصحفي سالم حميد. بينما كتب خلال هذا الأسبوع الصحفي خير الله مقالة بعنوان أمريكا والعراق السهل والصعب، في محتوى قسم الثقافة على مجموعة من المواد المنشورة، نذكر منها صخب، حكاية قرية إيطالية على خشبة دمشقية، وأيضا مادة أخرى أتت بعنوان ماير هولد مكتشف سر اللعبة المسرحية قبل أن يعدم.
واحتوت صحيفة البيان الإماراتية خلال هذا الأسبوع وضمن صفحتها عالم الكتب متابعات كثيرة، نذكر منها حواراً مع الروائية السورية ديما والنوس أتى بعنوان ديما والنوس للبيان، الكاتب ليس بريئاً من كتاباته. كما وكتبت الصحفية مريم فرج متابعة بعنوان غونزالو غارسيا مغرم بالبحث والكتابة وسيلتي للتواصل، فيما تضمنت صفحة الآراء موادا نذكر منها مقالة كتبها الصحفي البدر الشاطري بعنوان ماذا يحصل في واشنطن، فيما كتب الصحفي محمد خالد مقالة تحت عنوان لاودر ونتنياهو جدل الحركة والدولة. نهاية جولتنا الأسبوعية مع الصحافة ستكون مع أبرز عناوين صحيفة الشرق الأوسط لهذا الأسبوع، حيث نقرأ ضمن صفحة المقالات مقالة أتت بعنوان أبو العلاء وأبو عمار، وهي من كتابة الصحفي سمير عطلة. كما وكتب الصحفي غسان شربل مقالة بعنوان جزء طبيعي من العالم. أعزائي المستمعين، في حلقتنا الأسبوعية اليوم اخترنا لكم مقالة نشرت في صحيفة الحياة بعنوان منبج وجهة فائض القوة التركي بعد سقوط عفرين، لكاتبها الصحفي الكردي السوري المقيم في قامشلو آلان حسن. واحتوى المقال على آراء متعددة تحدث فيها الصحفي عن الوضع الحالي في عفرين بعد احتلالها من قبل الجيش التركي والفصائل الإسلامية التي تدعمه، وما ستؤول إليه الأحوال. فقرة بريس التقط الصحفي آلان حسن وطرحت عليه مجموعة من الأسئلة. أستاذ ألان، حضرتك ذكرت ببداية المقال المنشور أن احتلال عفرين من قبل الجيش التركي والفصائل المدعومة منه شكل إحدى العلامات الفارقة في الحرب السورية اللي بلشت من آذار 2011. شو هي هالعلامات الفارقة برأيك؟ العلامات الفارقة بالأزمة السورية منذ آذار 2011 هي كثيرة، مثلا بدءا من دخول حزب الله بشكل رسمي للحرب السورية، إلى بيان جنيف 1 بحزيران عام 2012، كمان بيان فيينا القرار 2254 التحالف الدولي لقتال تنظيم الدولة الإسلامية، وكمان الدخول الروسي للحرب السورية بشكل رسمي. كثير من العلامات الفارقة الموجودة بالأزمة السورية. كمان فينا نعدد كمان بالنسبة للعلامات الفارقة الثانية انه سيطرة الجيش السوري على حزب الله على القصير مثلا، كمان سيطرة الجيش السوري على مدينة حلب، الغوطة، مثل ما قلنا كمان بعفرين، كمان دخول تنظيم الدولة الإسلامية لكثير مناطق بسوريا مثل الرقة، مثل دير الزور، مثل مدينة كوباني عين العرب. هي العلامات الفارقة برأيي الأزمة السورية، يمكن تكون أكثر من هيك كمان، بس دخول تركيا لعفرين كمان هي علامة فارقة، بسبب أنه هي كانت أول إسفين للفيدرالية اللي أعلنها حزب الاتحاد الديمقراطي وحلفائه. برأيك بسياق الأحداث، شو هي التنازلات اللي قدمتها أنقرة لموسكو وطهران؟ سياسية كانت ولا غير سياسية؟ بالنسبة للتنازلات اللي قدمتها أنقرة لموسكو ولطهران، يعني أبرز تنازل برأيي هو السماح للجيش السوري وحلفائه بدخول الغوطة الشرقية. طبعا نحن بنعرف انه الجيش السوري هلا مسيطر على اكثر من 90% من الغوطة الشرقية، ولم يبقى سوى مدينة دوما اللي هلا الجيش الاسلامي اللي هو الفصيل الرئيسي المسيطر على دوما هلا عم يفاوض الروس، يفاوض الايرانيين، يفاوض الحكومة السورية لتسوية ما. هي التنازل الأول برأيي. التنازل الثاني أنا اللي شايفه يمكن ما ركزنا عليه كتير بالمقالة، إنه برأيي إنه كان تخلي أنقرة عن دعم جبهة النصرة. طبعا هي جبهة تحرير الشام، هيئة تحرير الشام هلأ. عم نشوف إنه في جبهة تحرير سوريا، في جبهة تحرير الشام عم تقاتل جبهة النصرة. هي برأيي أحد ثمار الاتفاق الروسي التركي الإيراني. كمان السماح للجيش السوري بدخول كتير مناطق بالبلدات اللي المحاذية لمدينة إدلب اللي واقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة السورية المدعومة من تركيا. هي من جملة التنازلات اللي قدمتها أنقرة، وأكيد في تنازلات ثانية يمكن الوقت كفيل أنه يكشفها. أستاذ ألان، مثل ما كتبت بمقالك أنه تركيا بتستثمر الانتصارات، برأيك الأوضاع بشكل عام لوين رح تصل؟ تركيا بدها تستثمر النصر تبعها بعفرين على أكثر من صعيد. أولا عم تفاوض بطريقة غير معلنة هلا مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسوية وضع منبج، ولاحقا لشرق الفرات. كمان هي امبارح أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بدأ بعملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني المتواجدين بمدينة شنغال أو سنجار في شمال العراق.
الاستثمار رح يكون هاد، أو كمان بزيادة التنسيق مع روسيا، مع إيران، مع الحكومة السورية للوصول لتسوية ما. وكمان رح نشوف إنه من خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية قديش هي المفاوضات بدها تكون وسيلة للتقارب ما، لعودة العلاقات الطبيعية بيناتهم. طبعا هذا الشيء صعب. برأيي أنه الأشهر القليلة القادمة هي اللي راح تحدد مصير العلاقة التركية أو الوجود التركي بسوريا والتسوية السياسية بشكل عام بسوريا. وصلنا وإياكم أعزائي المستمعين لنهاية جولتنا الصحفية الأسبوعية من بريس. استعرضنا لكم أبرز المواضيع التي تداولتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، واخترنا مقالا ناقشناه. إلى فقرة قادمة، أتمنى أن تكونوا بخير.